وانا صغير كنت طفل قوي جبار لا يهاب المخاطر. الجن والعفاريت دول كانوا بالنسبه لي ولا اي حاجه. كنت بلعب معاهم مثلا بيلي عادي في الشارع، مفيش حاجه تقدر ان هي تهزني من جوه، مفيش حاجه تقدر تخوفني، مستحيل اخاف. الضلمه دي كانت لعبتي. ممكن مثلا يعني فيديو البت اللي هي سقطت بعد ما رمت المصحف اللي كان على كل تليفون نوكيا في مصر كان مرعب الصراحه، لسه بيشعرني لحد دلوقتي. ده اقدر اقول عليه الرعب الحقيقي، بس عادي ما بخافش برضه. بس كل ده هيتغير لحد ما يجي اليوم المشؤوم واتفرج على لقطه من فيلم رعب مصري، لقطه خلتني حتى الان بخاف انام لوحدي بالليل. ولا تقول لي بقى فيلم كونجيرنج ولا انابيلا ولا سو ولا اي فيلم رعب هتشوفه في حياتك. احنا بنتكلم على افضل فيلم رعب في التاريخ، وهو فيلم الانس والجن لعادل امام. الفيلم بيبدا بعادل امام وهو بيبص بصه شهوانيه ليسرى، يعني هو ده الطبيعي بتاعه، بس المره دي يسرى كرفاله. هم المفروض في طياره، ولما يوصلوا مصر وينزلوا من الطياره هو بيروح لها وبيعرف نفسه ان هو اسمه جلال، وان هو قابلها كتير جدا في حياته في اماكن في امريكا وخاصه في مركز الابحاث، وان هو عارفها بس هي بتقوله ان هي ما تعرفوش وعمرها ما شافته قبل كده. فهو بيكمل تعريف نفسه بنظرات مريبه، وبعدين بيمشوا وبتخرج هي تقابل عيلتها، وفي بقى شويه حنيه ومشاعر، وبعدين تروح. لما تروح هتكتشف ان هي خدت الشنطه بتاعت جلال ديت معاها بالغلط، وبتقول له امها اللي حصل. فبتكتشف ان هي كانت مخطوبه لواحد اسمه جلال ومات قبل ما هي تسافر، وبتقول لها هنعمل ايه يا ماما في الشنطه دي دلوقتي؟ امها بقى بترد عليها رد غبي جدا، بتقول لها ان هو هيجي ياخدها بنفسه، وان هو مكتوب في الجورنان ان الدكتوره فاطمه اللي هي يسرى رجعت مصر. بس انا ما اعرفش يعني هو هيعرف برضه عنوانها منين برضه، بس مش مشكله. المهم ان هي بتروح بتاخد الشنطه ديت وبتفتح الدولاب تحطها، بتلاقي فجاه جلال طالع لها من الدولاب. لا بهزر لسه. المهم ان هي كانت قاعده لوحدها وبتفتكر جلال اللي هو مات، وانهم اتخانقوا، فراح ان هو يجي وراها بالعربيه، فقام عمل حادثه ومات. ماتوا عينه مفتوحه، وبيبدا ان هو يجي لها بقى كوابيس لجلال دوت وهو بيموت. وما اعرفش ليه فجاه الكاميرا كده بتبدا تلف حوالين نفسها، بتلف زاويه 360 درجه. بس المهم ان هو المشهد بيخلص وهي مرعوبه. وخليني ابدي اعجابي بالشخصيه دي في الفيلم، اللي هيجي لهم تاني يوم ويقول لها ثانك يو. اكتر شخصيه حبيتها لحد دلوقتي، عنده فرط حركه كده محببني فيه، وده يبقى خالها. هو مش هيظهر كتير في الفيلم بس هو جامد، وجاي ان هو جايب لها عربيه، وبتشوف بقى مشاهد مليانه سعاده ونشوه واحساس والحاجات دي كلها، بس مش هتكمل السعاده ديت كتير. البطله بتاعتنا بتروح الوزاره تقابل صديقها في العمل عشان تبدا ان هي تشتغل، وهي هناك بتشوف جلال دوت ماشي في المبنى، فبتخش وراه عشان تروح بقى تقول له ان انا معايا الشنطه بتاعتك وكده، فما بتلاقيهوش. فبتسال عليه فبيقول لها مفيش حد دخل هنا اساسا. فبيبدا بقى نظرات التعجب والاستغراب، وبعدين بتروح تقابل الوزير وتخلص عقد العمل بتاعها، وتقابل بقى الراجل ده تاني. بس الراجل ده بيديها نظره شهوه كده، ويقول لها ان هو بيحبها من زمان، وان هو مبسوط جدا ان هي رجعت تشتغل معاه تاني، وان هو عايز يتجوزها. ويقعدوا يرغوا شويه، فهي تقول له ان هي هتفكر في الموضوع، فتقوم هي تبص الناحيه التانيه فتلاقي جلال تاني وتروح له برضه، بس يطلع مش هو. فكده بعد البحث والتدقيق فاكيد شكل جلال دوت في حاجه، هو دوت مصدر الشر كله في الفيلم. فهي تروح البيت وتحكي لاختها اللي حصل لها، واختها تقول لها ان هم يفتحوا الشنطه بتاعته ويشوفوا ايه اللي جوه. فهي مش هتوافق، وهتيجي ترجع الشنطه الدولاب، فبتلاقي جلال قاعد جوه الدولاب ومراضي بجد. فهي بتترعب، وتيجي اختها تبص تطلع ان هي قطه سودا، ودي حاجه ارعب من جلال نفسه. يعني ان هي تلاقي جلال اهون من ان هي تلاقي قطه سودا. القطه السودا من اكتر الحاجات الشريره والمرعبه في الدنيا كلها. هل عشان هي سودا فعشان كده بخاف منها؟ ممكن. المهم ان هي بتروح الشغل وبتلاقي المره دي جلال جالها فعلا. واللي انا خدت بالي منه ان نظرات عادل امام مريبه فشخ، انا مرعوب. وحاجه لاحظتها ان عادل امام طول ما بيكلمها ما بيرمش بعينه خالص، حتى ما بيحركش نن عينه، فباين قوي ان هو دوت الشر كله. المهم ان هو بيقول لها على الشنطه بتاعته وانها فيها اوراق مهمه جدا تخص والدته، فهي بتقول له ان الشنطه معاها وان هو يجي بكره وهي هتجيبها له. فهيقول لها خلاص ماشي ويجي يمشي، فتقول له استنى اشرب قهوه بتاعتك. هيقول لها انت دلوقتي مش فاضيه، والدكتور اسامه داخل دلوقتي. وفجاه بتلاقي فعلا الدكتور اسامه الحبيب اللي كان بيحب من شويه دخل فعلا، وبيظهر رعب في المكان كله. بعد كده جلال بيمشي وهو فرحان. الدكتور اسامه بقى هيبدا ان هو يغير منه، لا ايه ده مين ده بقى مش عارف ايه، بس سيبك منه دلوقتي وبص معايا على المشهد المرعب دوت. الكاميرا بتمشي كانها انسان وتفتح الدولاب وتخش تاخد الشنطه، وبعديها هي لما بتروح بتدور على الشنطه، وطبعا مش هيلاقوها لان الراجل اللي بيصور الفيلم هو اللي سرقها، لان الراجل اللي بيصور الفيلم خدها. بعد بقى البحث والتدوير وان هي مش هتلاقي الشنطه، فهتقول له ان الشنطه بتاعته ضاعت. فيقول لها ازاي يعني، وعامل نفسه انسان كده وبيتكلم. فهتعتذر له طبعا وتبقى مكسوفه، هو يقول لها عادي خلاص مفيش حاجه. فهتقول له ان هي لو لقت الشنطه هتكلمه ويجي ياخد الشنطه. المهم ان هو هيقوم وهي تيجي تسلم عليه، هيقوم هو يمشي ويسيبها. وبعدين ست ثانيه شغاله معاها تيجي تخش تقول لها الجو حر جدا هنا، في نار هنا، والقهوه ما اتشربتش، مع ان جلال كان عمال يبلبع فيها. فالست تبدا ان هي تتجنن، وازاي وهو من شويه كان ناقص ياكل كوبايه.
تاني يوم هتروح الشغل هتلاقي الشنطه بتاع جلال على مكتبها، هتسال ايه اللي جابها هنا، هتقول لها ان جلال جابها ومشي. هتبدا دماغها بقى تلف وتدور، يعني ايه هو ايه الهبل دوت. المشهد اللي بعديها هتلاقي ان جلال راح لها البيت، امها بتفتح له، في نفس الوقت الدكتوره فاطمه بتكون جت من الشغل. فبص بقى الحته ديت، بص بقى لما يخش عادل امام البيت هتاخد بالك من ان هو ملوش انعكاس في المرايه. فانا خلاص فهمت كل حاجه كده. فيقوم هما الاثنين داخلين الاوضه، ويقوم عادل امام يبص الباب يتقفل، فتقول له ايه ده، مين اللي قفل الباب؟ فيقول لها اكيد الهوا مش انا طبعا. هما يقعدوا مع بعض ويقول لها ان الشنطه اللي لقيتها على المكتب ديت شنطه مختلفه، وان هي هديه منه عشان هو كذب عليها، وان الشنطه اللي كانت في دولابها ما فيهاش ورق والدته ولا حاجه، وان هو كان بيكذب عليها وعايزها تيجي تشوف والدته. فانت برضو كان عايزها تشوف والدتك بجد يا خلبوص، وان هي تيجي حفله عيد ميلاده. فتقول له ان هي تيجي تقعد حبه صغيرين وتمشي عشان هي مش فاضيه، وان هي مش هتعرف تتاخر. المهم يقول لها ماشي، ويجي يمشي هيقابل اختها ويقول لها الف مبروك على وظيفتك الجديده كمذيعه. هتقول له انت عرفت منين الموضوع دوت؟ هيقول لها العصفوره قالت لي، وهيقوم ماشي. اكتر بقى حاجه مرعبه في المشهد ده كله مش ان هو ولا ان ما كانش عنده انعكاس، ولا ان هو بيقفل الباب بعينه، ولا ان هو كان مريب. اكتر حاجه مرعبه في المشهد دوت شكل ودان الممثله ديت، انا ما اعرفش ايه ده. المهم ان هي تروح معاه بيته، محدش يسالني ليه هي هتعمل كده، بس هي هتلاقي قصر مليان خدم، ولما تخش معاه جوه هتلاقي ناس غريبه بتعمل حاجات غريبه جدا جوه. وام جلال ديت هتقابلها وتقول لها ان جلال عايز يتجوزك، وده بقى يفكرنا بنظرته الشهوانيه في اول الفيلم. المهم ان هي هتقول لها انا ما اعرفش جلال ده اساسا ومش بحبه. فامه هتقول لها لا ده يعرفك من زمان. تبدا ان هي تزعق وتهددها ان جلال ممكن يعمل حاجات وحشه لو هي رفضت. بعدها فجاه امه بتمشي وكل الناس اللي موجودين بيمشوا وراها، والدنيا هتضلم والنور يطفي. ففاطمه هتعمل ايه غير ان هي تجري بسرعه تحاول ان هي تنجو بحياتها. وفي اصوات مرعبه حواليها، الاصوات المرعبه دي كانت قطط بتنونو، ما اعرفش ليه حاطين قطط بتنونو هنا، بس ماشي. بعد ما تروح هتلاقيه مستنيها قدام شقتها. فهي بقى هتقول له ايه؟ هتقول له ايه ده؟ الغريب في المشهد دوت ان هي عندها ثبات انفعالي غريب جدا. يعني لو انا مكانها كنت هربت بره البلد، رجعت امريكا، دفنت نفسي تحت البطانيه، ما طلعتش منها تاني اصلا. وانه يقول لها ايه بقى؟ هيقول لها ان امي والله عندها صرع وجات لها الحاله، وان هو ما يعرفش هي قالت لها ايه. هتقول له ان هي ملهاش دعوه وهتمشي وتسيبه. نروح لتاني يوم، هتبقى هي قاعده مع عيلتها وهتقول لهم ان هي هتتجوز الدكتور الحبيب الدكتور اسامه، وكلهم بقى يفرحوا ويزقططوا والحاجات ديت. فتقوم تخش الاوضه بتاعتها تفتح الباب، فتلاقي جلال قاعد على سريرها جوه ويقول لها ايه في ايه. فهي هتبقى مصدومه لدرجه ان هي مش هتصوت حتى، وجلال كل اللي هيعمله ان هو يقعد يبص لها البصه الشهوانيه بتاعته. فتقول له انت دخلت هنا ازاي؟ هيقول لها من الباب عادي. فهتيجي تصوت، هيقوم يمسكها ويقول لها محدش هيسمعك، وهيبدا يطير في الجو وينور احمر ويقول لها اوعي تتجوزي الدكتور اسامه، ويحذرها ويقوم مختفي. بعد كده يظهر تاني يقول لها اوعي الدكتور اسامه تتجوزيه، اوعي يجي هنا انا بحذرك. فامها هتقوم فاتحه الباب، يوم هو بقى يعمل ايه؟ يوم هو يطير كده من جنب امها وامها ما تشوفوش. طبعا بقى تحاول تقول لهم والكلام دوت، بس هم مش هيصدقوها. فتروح تحكي للدكتور اسامه، وبرضه هو كمان مش هيصدقها ويقول لها يمكن فضائي ولا حاجه، بيتريق عليها. فتقول له ان هو حذرها ان هو ما يتجوزوش. هيستغرب. وبعدين يعدي كام يوم وتقابل جلال تاني في عربيتها، وتتخانق بقى معاه المره دي، وتقول له ان هي مش عايزه تشوفه تاني، ويقول لها ما وعدكيش بكده، ويمشي ويقوم يختفي تاني. فالدكتور اسامه ده هيكمل تريق عليها لما تيجي تحكي له تاني. فهي تقرر ان هي تاخده لبيت جلال. فلما يروح هناك هيلاقوه بيت مهجور ومليان فيران وحشرات، ولما يطلعوا بره هيلاقوا الغفير بتاع المكان ويقول لهم ان هو مفيش حد هنا اسمه جلال، وان البيت ده مسكون بالجن والعفاريت. وبعدين هم يمشوا. فتحاول تقول لدكتور اسامه ان الجلال دوت جن. فيقول لها انت بتؤمني بالجن والعفاريت والحاجات دي بقى كده، ويضحك. انا ما اعرفش يعني الراجل ده ملحد ولا ايه، بس المفروض احنا يعني بنؤمن بالجن والعفاريت والحاجات دي. فهي تروح تقول لامها واختها، امها هتصدق الموضوع واختها هتكدبها، هتقول لها مفيش جن بيلبس بدله وبيكوي شعره. بس راح عندها حق برضه اختها. انا ما اعرفش ازاي برضه عادل امام هو الجن، اما اليسرى دي تبقى ايه. ام اختها هتقول لها ان هي لو مسكت الجن دوت هتفرتكه وتاكله علقه محترمه، وهتديله بالقلم كده اهو. وهي بترفع ايديها كده هتقوم ايديها تتشل في الهواء. طبعا جلال واقف معاهم. فتقوم فاطمه ديت تخش الاوضه، هتلاقي فجاه الاوضه احمرت وطلع دخان كتير، وجلال بيظهر فجاه ويقول لها ان هو ممكن يحقق لها اي طلب هي عايزاه، بس هي بس ترضى بيه. فتقول له ان هي عندها طلب واحد بس. فيقول لها قولي بسرعه ايه هو. هتقول له انك انت تسيبني في حالي. هيتضايق طبعا ويتعصب ويقول لها ان هو لما بيتضايق بيعمل حاجات وحشه جدا. فتقول له يعني انت متضايق مني دلوقتي؟ فيقول لها لا طبعا انا بحبك وما اقدرش ازعل منك يا قلبي. هتقول له طبعا ان هي مش مصدقه ان هو ازاي بيحبها، ازاي جن هيحب واحده بني ادمه، وروح بقى دور لك على عفريته تحبها يا حبيبي وسيبني انا في حالي. هيبص لها بصه بقى، بس المره دي بصه مش شهوانيه، ويقول لها انت اللي بحبها يا فاطمه، وبدور عليكي من سنين طويله قوي، ومش ممكن احب حد غيرك ابدا، ولقيتك ومش هسيبك. فتقول له يا عم انا ما بحبكش ومش عايزاك. يقول لها اسكتي. هتقول له مش بحبك ومش هتجوزك وهتجوز حد تاني. هيقول لها هنا بقى ان هو لو عمل كده ان هو هيحرقه وهسخطك مس ووشه احمر. فانا في المشهد ده الصراحه خفت، افتكرت البت اللي انا لسه قايل لكم عليها من شويه، البت اللي اتسخطت لما رمت المصحف، فصراحه اترعبت. وهي كمان برضك في المشهد ده افتكرت البت ديت، هتلاقيها اترعبت
ومعرفش ليه فجاه هو يبدا يعمل افكتات سناب شات بوشه، يفتح البلكونه ويقفلها ويفتح الباب ويختفي ويظهر، وبعدين يروح يبص من البلكونه، معرفش ايه العفريت العبيط دوت. فهي هيغمى عليها وهتقرر ان هي تروح لدكتور نفسي. فيعمل ايه بقى جلال؟ هيجي وراها ويكلمها، وطبعا الدكتور مش هيسمعه، فهتفقد الامل في الدكاتره النفسيين وتروح الشغل بتاعها تطلب ان هي تاخد اجازه من الشغل. فالدكتور اسامه الخلبوص الشهواني هيقول لها ما تيجي يا جميل ناخد اجازه سوا ونسافر مع بعضينا لوحدينا. هتقول له ان العفريت هيحرقه. هيقول لها لو العفريت ده راجل وفاكر نفسه جامد يوريه نفسه. فتقول بما انك انت بتتريق ومش مصدقني انا هسمعك صوت العفريت دوت، وهتجيب مسجل صوت عشان نسجل صوت جلال دوت لما يجي يكلمها. ودي اكتر حاجه عبيطه انا شفتها في حياتي، يعني محدش بيشوفه ومش سامعينه وبيختفي ويظهر في البلكونه وما بيظهرش في المرايه. هتسجلوا صوته ازاي؟ يعني الناس بتبقى واقفه قدامه ومش سامعين صوته، انت هتسجليه بالمسجل ازاي؟ فدي حركه ضعيفه، اعطيها 2 من 10. فهيجي الراجل البرنس ده تاني خالها وياخدها معاه ويروح الديسك. فللاسف ما طلعش برنس خالص، ووقعت من نظري جامد يا خاله. هترجع البيت وتشغل المسجل الصوت بتاعها قبل ما تنام، وهيظهر جلال فجاه وراه. وخلاص بقى هي اتعودت على كده، مش متفاجئه حتى. بس انا نفسي اعرف ليه مثلا لما بيجي يظهر ما بتقراش المعوذتين مثلا، ما بتستعذش بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ اقري قران يا ستي حتى، فم الله. حاجه معصباني. بس المهم ان هي هتقول له ان هي مستحيل تتجوزوا برضه، والحاجات اللي هي كل شويه يحصل لما يشوفوا بعض. فهو يقول لها ان هو دلوقتي مغضوب عليه من عشيره الجن بتاعته عشان هو بيحبها، وان هو حتى الان محترم نفسه ومش عايز يأذيها. فهي هترد عليه تقول له انتوا قبلكاش، وما هتخش ومش هتشوفه برضه. فانا ما اعرفش مسجل الصوت هيسجل ازاي وما حتى مش شايفاه. وفجاه بقى هم عمالين يتكلموا، هيقوم هو يطير ويحمر ويقعد يبص برضه للبلكونه ويولع فيها. انا ما اعرفش ايه مشكلته مع البلكونه الصراحه، بس هي هتقعد بقى تصوت وتنادي امها واختها، وطبعا هيجوا مش هيلاقوا اي حاجه. وهتروح بقى الدكتور بتاعها النفساني هو والدكتور اسامه، وهتسمعهم الشريط اللي هي مسجلاه. وسبحان الله طبعا حاجه ما كنتش متوقعها خالص، مش هيسمعوا حاجه ومش هيلاقوا حاجه في الشريط اللي هي مسجلاه، وصوته مش هيبقى موجود. وهم الاثنين بقى يبقى عايزين يدخلوها مستشفى المجانين. فتقوم هي تسيبهم وتمشي وتروح البيت. فيجي وراها الدكتور اسامه ويعتذر لها، والدكتور بقى الشهواني دوت خبيث ده بقى يقول لها ان هو مصدقها، بس نتجوز ونحل كل حاجه مع بعضينا. فهي هتوافق. فيقوم بقى جاي لهم بقى عم جلال بيه بنفسه يشوف الكلام على ايه. فيفتح ويقفل في الباب. فالدكتور اسامه يقول لها هو ايه اللي بيحصل هنا؟ فتقول له لو قلت لك مش هصدقني. فيقول لها انا لو مسكت العفريت دوت همسكه فرتكه، ولما امها بس تعدي من جنبه هيقوم يتخض ويترعب وياخد بعضه ويمشي، ويقول لها ان هو هيجي لها تاني. وتخش هي لوحدها في الاوضه، تلاقي بقى عم جلال مستنيها واقف طبعا متضايق. يقول لها انت مراتي يا بنت، ازاي بقى هتقبلي بيه؟ فهي تقول له انا ما اعرفكش ومش عايزاك وهتجوزه غصب عنك. فيقوم هو بقى يقعد يكسر في ازاز البيت ويختفي ويروح لدكتور اسامه البيت ويخضه طبعا الاول، وبعدين يقول له ابعد عن فاطمه ديت عشان هي مراتي. فيقول له انا بخافش من الجن والحركات العفاريت ديت، وهي هتبقى مراتي انا. فعم جلال العفريت هيقول له رد على التليفون، والتليفون فجاه هيرن وهيروح يرد عليه. هيقولوا له ان امه تعبانه وان هو لازم يسافر الصعيد بسرعه عشان يشوفها، وجلال هيقوم يختفي. فاطمه طبعا كانت مستنيه ان دكتور اسامه يجي لها تاني زي ما قال لها، ولكن هتعرف ان هو اضطر ان هو يسافر لامه التعبانه. فامها هتاخدها ويروحوا هما الاثنين عند واحد دجال. وهنا بقى نيجي عند شويه المشاهد الرعب اللي كانت بتخليني اعملها على نفسي وانا صغير وحتى الان. الراجل ده بقى الدجال، بص شكله عامل ازاي. هيقول لها اسمك فاطمه وامك اسمها دافيدا. امها هتقول له صحيح. هيقول لها عليكي جن من اقوى العفاريت. فتقول له انت تعرفوا يا عم عتريس؟ هيقول لها ده جن نسوانجي. ودي حاجه، ودي اكتر حاجه ضحكتني في الفيلم. المهم يقعد يعمل حركات كده غريبه كده ويقول لها انت ملبوسه وحي وحركات الكفار ديت. هي تقول له ماشي انا عارف الحاجات دي كلها فساعدني بقى، وتبقى خايفه وهتمشي. وهيوديها حلقه من شويه عبيد شياطين بقى وناس مجانين عمالين يرقصوا، وعم عتريس دوت باصص لهم عمال يبرق لهم، هم عمالين بيلفوا حوالين بعض. وهيجيبوا ديوك ويحطوا الدم بتاع الديوك دوت عليها. بس بص الستات ديت مش عارف، بس اكيد اكن. وبعدين هيقعد معاها ويقول لها روحي قبر ولف حواليه 7 مرات. هنا بقى هنقف شويه. انا والله العظيم ماليش دعوه باللي بيتقال في الفيلم دوت. انا ما اعرفش الراجل ده فاكر نفسه ايه، يعني فاكر نفسه ان هو في مكه. انت فاكر نفسك فين يا نجم؟ استغفر الله العظيم يا جدعان، حد يقرا قران ولا يستحيث بالله من الشيطان الرجيم في الفيلم اللي مليان ناس غريبه دي. المهم ان هي مش هترضى حاجه زي كده، بس هو هيقول لها ان ده الحل الوحيد، وهي هتروح فعلا تعمل كده بجد. في نفس الوقت هتلاقي ان الجن العاشق اللي هو جلال بيتخانق مع اهله عشانها. المهم ان فاطمه ديت هتروح فعلا المقابر بجد، بس هي هتهرب ومش هترضى ان هي تعمل اي حاجه، وتروح المستشفى وتنام وتحلم انها في المقابر. هيجي لها الدكتور اسامه ويقول لها ان انت ليه رحت للمشعوذ الدجال دوت. في حاجه بقى عبيطه هتحصل هنا دلوقتي، وهو ان هم مركبين صوت الدكتور اسامه دوت في المشهد دوت بعد ما خلصوا تصوير الفيلم، فباين قوي ان هو مش هو اللي بيتكلم. المهم ان هي هتقول له انت كده مش فابعد عني وانت ربلكاش. فيقول لها بقى ان هو شاف الجن بنفسه، ان هو اتكلم معاه وان هو جاله البيت. فهي طبعا
طبعا هتتصدم، وبعدين يسيبها ويروح يجيب الدكتور التاني ويجي وما يلاقيهاش، وهي هتهرب من المستشفى وهتيجي ان هي ترمي نفسها من فوق في الميه، فهتلاقي واحده ست تقول لها ليه يا بنتي بتعملي كده، وهتقول لها ان هو مفيش حاجه مستاهله ان هي تعمل في نفسها كده، وتقوم تاخدها في عربيتها، فهي تقول لها انت هتوديني على فين، فهتبص تلاقي ان جلال بيقول لها هرجعك المستشفى، ويطلع ان الست ديت هو جلال، وهيقول لها ان الجن حكموا عليه بالسجن عشان هو بيحبها، ولما عرف ان هي عايزه تنتحر جالها وجاب معاها عربيه انا ما اعرفش ازاي، وان هو حبها، فحبها دوت اللي ضيعه، ويقوم يشيلها ويوديها المستشفى، ولا كانه هو السبب في كل حاجه. برنس، راجل برنس، احسن واحد في الفيلم دوت، يحطها على السرير وبعدين يبدا ان هو اللي يحضنها، فيقوم داخل فجاه الدكتور اسامه الحمد لله ويحاول ان هو يصحيها، فهتصحى والحمد لله هيعمل الدكتور اسامه اللي كان المفروض يتعمل من اول الفيلم، ان هو هيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرا قران ويسمي الله، فجلال بقى هيبدا ان هو يتعصب ويغضب ويقعد يبص له بقى نظرات بقى الغضب بتاعته، بس البرنس اسامه هيكمل قراءه قران، وبعدين جلال يبدا يحصل له افكتات برضه تاني زي الاول، ويتصغر حجمه ويتحرق ويولع، وهي كمان هتقرا قران وبس هيتحرق. شفتوا بقى الموضوع سهل ازاي؟ ما ده اللي عمال اقوله من اول الفيلم، بكمل اول ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجي بقى عم الشيخ يقول لها اقراي يا بنتي قران وانت ربنا يحفظك. الله ينور عليك يا شيخ والله، وانا هاري نفسي من اول ما شفت الفيلم عمال اقول كده، ما حد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما حد سمعني، وكلهم بقى يقراوا معوذتين كلهم، وجلال هيختفي ويتحرق. بعدين فاطمه واسامه يتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويجيبوا صبيان وبنات والفيلم يخلص. يعني ملخص الفيلم دوت ان لو جن زعلك قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الاول، موضوع سهل. كانوا ممكن يقولوا لنا كده من غير حتى ما يعملوا فيلم كامل عن الموضوع دوت. فيلم تعبني الصراحه، بس تجربه مش عايز اعملها تاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك والحاجات دي كلها، وبس كده، سلام.